مو كل لاعب اسطوري يصير مدرب اسطوري، بس اكو لاعبين سيطروا على الملعب وسيطروا على الدكه. تعال اليوم نعرف افضل 3 لاعبين نجحوا كلاعبين كمدربين. خلي لايك ويلا نطير. بالمرتبه الثالثه عندنا الفرنسي زين الدين زيدان، نجح كلاعب اسطوري وحقق كاس العالم، وكمدرب نجح مع ريال مدريد، اخذ 3 دوري ابطال اوروبا على التوالي. بالمرتبه الثانيه الاسباني بيبي غوارديولا، اللي نجح مع برشلونه بتاريخ البطولات كلاعب وكمدرب. مع نادي برشلونه حقق بطولات والموسم الاستثنائي صاحب السداسيه وغير منهاج الكره جذريا. بالمرتبه الاولى قبل هذيك المرتبه الاولى ما مخلي لايك وما مسوي فولو، جاي طير ببلاش تسمع معلومات ببلاش، لا تنساني باللايك والفولو. بالمرتبه الاولى الاسطوره الذي نجح داخل الملعب وخارج الملعب، والذي بنى فلسفه الى الان يعتمد عليها المدربين. يوهان كرايف الهولندي نجح كلاعب مع منتخب هولندا ونادي برشلونه ونادي اياكس، ونجح كمدرب مع نادي برشلونه اللي سوى فلسفه الى الان مدربين العالم يعتمدون عليها. والسؤال لك هنا، من تتوقع راح ينجح بين كريستيانو وميسي، اسطورتي كره القدم كمدرب؟ اذا انت تشوف واحد منهم ينجح فاكتب لي بخانه التعليقات، ويلا باي.